السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا طريقة تحضير معقود الفريز. بما أنه هذا موسمه فلازم نشتغل. في البداية رح نحكي عن اختيارنا لحب الفريز. نختار حب فريز حجم صغير مشان ما ياخذ معنا وقت على النار، مشان نحافظ على شكل الحبة. أنا عندي اليوم كيليين فريز 900 جرام سكر، يعني لكل كيلو بدنا 450 جرام سكر. كل كيلو فريز 450 جرام سكر. وإذا كان الفريز لونه أحمر غامق أكثر عن هيك نخفف نسبة السكر، نحط لكل كيلو فريز 400 جرام سكر. أنا اليوم راح أحط عندي كيليين فريز 900 جرام سكر. فضي الفريز بالطنجرة ونضيف عليه السكر. نحركه بهالطريقة لا يختلط. من بعدها بدنا نحطه على الغاز على نار هادية، نحاول تكون أرضية الطنجرة سميكة والنار هادية تماما مشان ما يشوط معنا. معقود الفريز ما بيحتاج مي نهائيا، الفريز والسكر. وراح نشوف مراحل الاستواء سوا، كل مرحلة بمرحلتها. وبعد ما مضى عليه 10 دقائق أو ربع ساعة وهو على الغاز، بدنا نعمل له قلبة بسيطة لأن بدأ السكر يدوب. بدنا نداريه شوي مشان نحافظ على شكل الحبة. وكمان إذا في سكر على داير الطنجرة بدنا نحاول ننزله مشان ما يحترق ويعطي لون أسود. ونحاول نستخدم ملعقة ناشفة ما يكون فيها مي. أي شيء نستخدمه لازم يكون ناشف، لأن معقود الفريز ما بيحتاج مي نهائيا. بعد ما مضى عليه ساعة أو ساعة ونص وهو على الغاز على نار هادية وبدينا نشوف هاي الرغوة، بدنا نشيلها. وبعد ما مضى عليه ساعتين وهو على الغاز على نار هادية طبعا، وصل لها المرحلة نضيف عليه براس الملعقة الصغيرة ملح الليمون بهالقدر. طبعا أنا الوقت اللي عم أعطيه لكيليين، زادت الكمية بيختلف الوقت، بيختلف كمية ملح الليمون اللي بدنا نضيفها مشان ما يسود معنا أو يسكر. بعد ما نضيف ملح الليمون بده يغلي معنا تقريبا 10 دقائق، بعدها بدنا نشيله. وبعد ما نشيله يبرد بنشوف النتيجة سوا إن شاء الله. وبعد ما شلناه عن الغاز وتركناه ليبرد، هاي النتيجة. حافظنا على شكل الحبة واللون كمان كتير حلو. إذا عجبتكم الطريقة والنتيجة اشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.